بين زحمة العالم وصوت أفكارنا اللي ما بيسكتش، دايما في مساحة صغيرة بنحاول نخلقها. مساحة مش علشان ندي إجابات جاهزة، لكن علشان نفهم إحنا حاسين بإيه أصلاً. هو إحنا فعلاً بنفهم إحساسنا ولا بنمشي وراه وخلاص؟ أطروحة، مساحة نحكي فيها ببساطة عن اللي بيحصل جوانا، عن النفس والمجتمع والمعنى. بس سؤال بسيط قبل ما نبدأ، إمتى آخر مرة سألنا نفسنا بصدق؟ يمكن نختلف، ويمكن نكتشف إننا كنا فاهمين الدنيا غلط، أو يمكن نكتشف إننا كنا ماشيين على توقعات مش بتاعتنا. بس دايما بنرجع لنفس النقطة، الوعي. بس هو الوعي مريح ولا أحيانا بيبقى تقيل؟ النهاردة بقى مش حلقة مريحة، دي حلقة ممكن تحط ناس في مواجهة مع نفسها. هل إحنا مستعدين للمواجهة دي؟ وأنا هبدأ بصراحة، حاسس إن في ظلم حقيقي للناس اللي بتتعب بجد في العلاقات. هو المجهود ده بيروح فين؟ وظلم إزاي؟ وهل كل تعب فعلا بيبقى حب؟ يعني شخص يدي وقت، مجهود، صبر، اهتمام، وفي الآخر يسمع آسف مش حاسس. ده مش كسر؟ ولا احنا بقينا نقلل من الوجع ده؟ هو كسر، بس خلينا نحدد، كسر التوقع ولا كسر الحق في امتلاك مشاعر حد؟ وإمتى التوقع بيتحول لحق؟ امتلاك؟ انت شايفة ان المجهود بقى امتلاك؟ طيب لو مش امتلاك يبقى ايه؟ لما المجهود يتحول لفاتورة، يبقى امتلاك. السؤال هنا، مين قال إن المشاعر بتتحاسب؟ بس أي حد بيستثمر بيستنى مقابل، ده منطق بشري مش كده؟ في الشغل، مش في المشاعر. وإلا بقى نحط تسعيرة للإحساس؟ يعني اللي بيرفض بعد كل ده يطلع بريء؟ ولا بريء في نظر نفسه بس؟ مش بريء، صادق. وساعات الصدق بيوجع أكتر من الكذب، بس أيهم أعدل؟ والصدق يبرر الوجع ولا احنا بنستخدمه شماعة؟ الصدق بيقلله، الكذب هو اللي بيطوله. بس خليني أسألك، وجع لحظة ولا وجع سنين؟ طيب خليني أضغط أكتر. القبول بدافع الشفقة أهون من إنك تكسر قلب حد، ولا احنا بنخاف نقول لأ؟ لأ، ده كسر بطيء لقلبين، مش رحمة. هو بس شكل مريح للذنب، إزاي؟ لأنك بتعيش علاقة ناقصة وهي عايشة على أمل وهمي. الوجع متأجل بس مضاعف. مين فيهم كده كسبان؟ بس في ناس بتكمل سنين كده، هو ده استقرار ولا خوف متبادل؟ وسنين أكتر بتضيع علشان محدش كان شجاع يقول الحقيقة. هو الاستمرار دايماً علامة صحة؟ إمتى المجهود يبقى تلاعب وإمتى يبقى حب حقيقي؟ لما يتحط في وشك كل مرة تحاول تمشي، لما يبقى رسالة صامتة، لو سبتيني تبقي جحدة. ساعتها بقى حب ولا ضغط؟ حتى لو اللي بيعمل كده مش واعي؟ عدم الوعي مش إعفاء من المسؤولية، وإلا نبرر إيه بعد كده؟ يمكن اللي بيدافع عن المجهود بيكون خايف يطلع كل اللي عمله ملوش مقابل. هو الخوف ده مبرر؟ وأخطر لحظة لما نكتشف إن العطاء كان وسيلة أمان مش حب، وساعتها نسأل نفسنا، كنا بنحب ولا كنا بنحمي نفسنا؟ الحب اختيار حر، أي حاجة غير كده سيطرة متغطية بالعطاء. يمكن الحلقة خلصت، لكن الفكرة لسه بتتنفس جواك. انت خرجت بإجابة ولا بس بأسئلة أكتر؟ دي كانت مساحة صغيرة من بودكاست أطروحة. لو الفكرة أثرت فيك أو فتحت لك باب تفكير جديد، يمكن السؤال اللي مضايقك دلوقتي هو أهم حاجة طلعت بيها. شارك الحلقة مع اللي ممكن تلمسه زي ما لمستك. وافتكر دايما، الوعي مش نهاية، ده بداية كل حاجة.